واسمعوا معي لهذه القصة العجيبة التي ضرب فيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أروع آيات العفو والمسامحة. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينفق على رجل اسمه مصطح بن أثاثة، وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ينفق عليه لقرابته وفقره. فلما كانت حادثة الإفك التي طعنوا فيها في عرض أم المؤمنين، تكلم مصطح هذا في عائشة مع من تكلم، فلما أنزل الله عز وجل براءتها في القرآن قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيء أبدا، ولا أنفعه بنفع أبدا. ومن يلومه عباد الله، ومن يلومه وقد طعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يلومه وقد طعن في عرض ابنته الصديقة العفيفة الطاهرة. لكن ماذا قال الله عز وجل لأبي بكر في منعه لنفقة كانت تعطى لوجه الله ولله وينبغي أن تبقى خالصة لوجه الله؟ قال الله عز وجل: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما سمع أبو بكر ذلك قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كانت تنفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. أجل عباد الله،